ناسنا وحبابنا السلام عليكم. كيما على بالكم رانا عند عمي عمر الجمعة هذيك هاك وش حكايتها هذيك؟ والله ما على بالي. ما على بالك صح؟ هنا في العبادية. اليوم ما نحكيوش على الديديكاس ولا نحكيو على حاجات أخرى. والله خلاص عمي عمر نكملها. اليوم راح ندير نداء من نوع خاص، ندير نداء اللي عمري ما درته. ندير لكم شويه مقدمه. عمي عمر كيما على بالكم كان عايش في حاله مزريه 13 سنه ملي توفات مرته ومن بعد توفات بنته. 13 سنه هو عايش مع زوج ولادو وفقط. وليدو من ذوي الاحتياجات الخاصه فاروق، وليدو سليم. اذا بنينا له دار وراح تكون دار ولا اروع، شكون راح يتكفل بهم؟ ما كانش مراه في الدار. محال عمي عمر نزوجوها مهما قالك جيبوا لي وحده تاع 16 وحده تاع 17 وحده تاع 20 وحده تاع 50 وحده تاع 60، ما يقدرش يتزوج، محال. اذا خممنا نزوجو سليم. البارح الجمعه رحنا خطبنا له، لقينا له طفله نقدر نقول لكم ولا اروع، ما شاء الله عليها، صغيره في عمرها 20 ولا 21 سنه، ملت من عين دفله يتيمه كيما هما، وتحب عمي عمر، ووعدتنا انه تتكفل بسليم وتتكفل بفاروق المعاق وتتكفل بعمي عمر. حبينا ندير لهم عرس ولا اروع. ندائي اليوم لكم يا احباب حصه اليد في اليد، يا احباب الخير، يا احباب عمي عمر، لانكم الملايين اللي تحبوا عمي عمر، عاونونا في العرس يا خوتي. هذا ما كان اللي تقدر تعاون، يعني احكي على النساء ولا الخياطات اللي تقدر تعاون الطفله في التصديره، مرحبا. اللي تقدر تعاون العرسان في الكاطو، مرحبا. اللي يقدر يعاون سليم في العشاء، اللحم والخضره والقازوز، مرحبا. اللي يقدر يعاون هاد العرسان في ترتيب المنزل، مرحبا. يد وحده ما تصفق للزوج ايتام كي سليم كي الطفله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. ما نقولكمش وما نحكي لكمش على مكانه وبلاصه كافل اليتيم. اذا هذا هو ندائي خوتي. اذا كان كاش واحد حاب يعاوني اتصل فينا في الخاص، واجركم على الله. وانا على يقين انه مازال خير في بلادنا ومازال خير في ولادنا، احب من احب وكره من كره. سلام.